مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. بشرى سارة ل90% من المتقاعدين في المغرب. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. قال فوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية إن المتقاعدين يستحقون كل التقدير، مشيرا إلى أن 96% منهم معفيون من الضريبة على الدخل. وأوضح القجع خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في مجلس النواب أن المتقاعدين قدموا خدمات جليلة للبلاد طوال سنوات عملهم وأحيلوا على التقاعد بعد أداء مهامهم. وأضاف بخصوص الضريبة على الدخل: بذلنا جهودا كبيرة لنصل إلى إعفاء 96% من المتقاعدين، مع بقاء 4% فقط يخضعون لها، ويشمل ذلك متقاعدي القطاعين العام والخاص. وأكد القجع أن الحكومة تسعى لمواصلة هذه الإصلاحات العام المقبل، مبرزا أن تكاليف المعيشة خصوصا المتعلقة بالتطبيب ترتفع في سن التقاعد، مما قد يستدعي خفض نسبة 4% التي تدفع الضرائب حاليا. من جهتها أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر ملفا اجتماعيا بالأساس وليس مجرد قضية تقنية، وذكرت بالتزامها أمام مجلس النواب بمعالجة هذا الملف، مجددة عزمها على إنجاز الإصلاح لتجنب تحميله للأجيال القادمة. وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لصالح المتقاعدين، أشارت الوزيرة إلى رفع معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5% إلى جانب المصادقة على قانون 1300 يوم في مجلس المستشارين. كما أوضحت أنه خلال الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي تم الاتفاق على 3 ركائز رئيسية تشمل دمج القطبين العمومي والخاص، تحديد آلية الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وأخيرا تعزيز حكامة أنظمة التقاعد.